السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا بقى نحضر مع بعض النهاردة الفراخ المشوية بطريقة سهلة وبسيطة، وبجد بجد أحلى من بتاع المحلات، وهتطلع معاكي جميلة قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، والمقادير والمكونات معانا ايه النهاردة. يلا بينا بقى نحضر مع بعض التتبيلة. معايا بصلة كبيرة، ومعايا حبيتين من الطماطم، معايا توم، معايا قرن فلفل، معايا معلقتين من الصلصة، معلقتين من العسل، عصير ليمون، ربع كوباية من الزيت. البهارات بتاعتي: فلفل اسود، كزبرة، كمون، جنزبيل، كركم، توم باودر، والملح طبعا على حسب الرغبة. التوابل من كل حاجة معلقة صغيرة. هاخدهم بقى اضربهم في الخلاط كده مع بعض، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى معايا الفراخ بتاعتي متنضفة كويس جدا، وحطيت عليها خل وليمون وكده، وغسلتها ونضفتها. بعد ما نضفتها قطعت الفرخة ل8 قطع، وبعد كده مسكتها فتحتها، عملت فيها فتحات زي ما انتوا شايفينها كده علشان التتبيلة تدخل جواها وتدينا طعم كويس. بصوا انا خلطت المكونات بتاعتي بقى كلها في الخلاط كده لحد ما نعمت معايا خالص زي ما انتوا شايفينها كده. بقى هحطها بقى على الفراخ واقلبها كده بقى كويس. بصوا هدخلها بقى التلاجة، يعني المستحب انها تقعد ليلة كاملة في التلاجة علشان تديكي نتيجة كويسة. بس لو انتي مفيش وقت وحطيتيها 5 ساعات 4 ساعات يعني كويس برضو. بس بجد لما بتقعد ليلة كاملة في التلاجة بتبقى جميلة قوي، بتشرب من التتبيلة. بصوا هنا بقى كنت قعدتها في التلاجة يعتبر يوم كامل. بعد ما خرجتها بقى انا هعملها على الفحم. بصوا انا هشويها على الفحم. لو انتي طبعا مش عايزة تشويها على الفحم ممكن تحطيها في فرن البوتاجاز. هتجيبي صينية وتحطي فيه ورق زبدة وهترصي الفراخ بتاعتك عليه، مش هتضيفي اي مية ولا اي حاجة، وهتدخليها بقى الفرن لحد ما تتشوي. بعد ما تخرجيها هتجيبي حتة فحماية كده صغيرة وتولعيها على النار، وبعد كده تحطي عليها حبة زيت وهتغطيها كده قد ربع ساعة. هتاخد معاكي ايه؟ ريحة وطعم الفحم. بصوا هنا كانت استوت معايا ونزلتها من على الفحم. بصوا بجد تحفة وكانت مستوية جدا. جربوا الطريقة دي، والتتبيلة دي بجد تحفة. هنا بقى قدمت معاها سلطة الطحينة، وكمان قدمت معاها سلطة خضراء، وقدمت معاها رز ابيض. انتي ممكن تعملي جنبها رز بسمتي يعني براحتك. بس بجد التتبيلة دي تحفة، وطريقة الشوي دي يا جماعة تحفة، جربوها تعجبكم. بصوا الفراخ مستوية معايا ازاي. كانت طعمها روعة والله يا جماعة. نسيت اقول لكم انا كنت حاطة معلقة، حطيت في الخلاط وانا بضرب معلقة صويا صوص ومعلقة دبس الرمان. بصوا الرز بتاعي عامل ازاي. كده بقى خلص الفيديو بتاعنا. واللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.